إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طيب. في الفيديو ده هنتكلم بإذن الله. أول حاجة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم على موضوع الكيورد يونيفرس. هو الكيورد يونيفرس بيكون عبارة عن إيه؟ وبنقدر نتعامل بيه إزاي ونأجريجيت الكيوردز فيه إزاي وهكذا. طيب. أول حاجة هنوري مثال على ده عملي. من طبعا اول حاجه فور كريدت، الطريقه دي انا متعلمها من بلو اري اس يو مانجر كورس. والكريدت ليهم والشتات حتى بتاعتهم. انا مش هقدر اشارك الشتات عشان خاطر هي من اول حاجه ما فيش فيها كثير، ما فيش فيها، هي كولومز وانت تقدر تصمم الكولومز دي بشكل سهل جدا يعني. طيب. مهم جدا انت تشوف الفيديو اللي عملناه على موضوع الكيورد يونيفرس. قال له شوف الفيديو ده لان هو مبني عليه. طيب. اول حاجه ده الفيديو اللي فات، دول الكيوردز اللي احنا طلعنا بيهم. هنعوز منهم اول 3 كولمز بس. هناخدهم كده اول 3 كولمز دول اللي احنا محتاجينهم، بس الباقيين دول مش عايزينهم. احنا عايزين بس اول 3 كولمز. اول حاجه لازم نتاكد ان مفيش فلترز، لان احنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت بينا ان احنا بنستخدم فلترز وكده، فنقول سيلكت اول. هنتاكد ان الفلترز كلها مش مفعله، ان الفلترز كلها تمام مش مفعله. ونتاكد ان احنا واخدين من الكولوم من اوله كده، وناخد كده ده وننزل اخر خالص وناخد الايه، هم 1000 وشويه. طبعا انا ماسك حاجه نيتشي قوي عشان خاطر ايه ننجز يعني. فاحنا هنا ماشيين هنا بترتيب ايه الكيورد سيرش فوليوم والكيورد ديفيكولتي. فكيورد ديفيكولت هات الاول. طبعا هو عشان طبعا لما بنشتغل على حاجات كبيره جدا، يعني على حاجات يعني حجمها كبير. فاحنا ممكن ننزل شويه كده ونخليهم مثلا عباره عن ايه عشان نخفف الشيت معانا شويه. فنخليهم عباره عن 2000 ولا حاجه نيتش زي دي كده، هتلاقيهم في الغالب 2000. ونزود 1000 ب 1000 مش مشكله يعني. فنمسح دول عشان الشيت يخف معانا يعني. طيب. هنيجي هنا كيورد ديفيكولتي هو الفوليوم الاول، وبعدين الايه وبعدين الكيورد ديفيكولتي، ونقول له ايه دول الايه الحاجات. طبعا انت اتعلمنا المره اللي فاتت ازاي بنعمل الالوان دي، فعادي انت ممكن ايه تقدر تعمله بشكل كويس يعني. هو بس هنا معمولين غلط عشان انا غيرت الشتات، بس عادي ممكن تظبطهم بشكل سهل جدا جدا يعني. طيب. دي اول حاجه عملناها، ان احنا جبنا الشغل القديم اللي احنا اشتغلنا عليه. وبعدين بقى ايه لسه هنشوف بقى الشغل الجديد ازاي بقى اعمل كيورد يونيفرس. اول حاجه انا هنا احنا لو تشوف المره اللي فاتت احنا ركزنا على كلمه مشروع، مشاريع، بي ام الحاجات دي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل عليهم كيورد ريسيرش بس بطريقه مختلفه شويه. اول حاجه انا التارجت مثلا بتاع السعوديه، فانا اقول والله الايه الحاجات السعوديه، الحاجات اللي هي الايه البي ام. فهبحث هنا كده، اعمل بحث كده بده. اول حاجه بفلتر عشان خاطر ان انا ايه ما اقعدش استهلك حاجات في الفاضي يعني. فدول آه، اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله. فاحنا ممكن نكسكلود بقى حاجات كتير ملهاش لازمه. بروجكت مانجمنت وبي ام صباح ومساء، والفرق بين بي ام وايام. ده في الغالب احنا دخلنا في ايه في حته مش حلوه خالص. مش حلوه خالص يعني. فاحنا هنعوز ان احنا نخلي الموضوع سبيسيفيك اكتر. هو هل الناس اصلا بتبحث، نشوف هل الناس بتبحث على اداره المشاريع بكلمه بي ام ولا لا. فاحنا ممكن نشوف بالحاجات اللي جوه هنا كده ونشوف. فوالله واضح كده والله اعلم يعني ان هم الموضوع ما لهاش علاقه، مش بيبحثوا بكده. فبيكتب مشاريع عادي او بي ام، او فاحنا خلينا في البي ام بي. ما بيكتبش فانت بتقعد تجرب لحد ما تلاقي الطريقه اللي الناس بتبحث بيها. فاحنا هنا عندنا 5000. احنا عايزين نكسكلود الحاجات الانجليزي، احنا مش عاملين فيرجن انجليزي. فانا باجي هنا كده. آه، باجي هنا. هنمسح ده عشان نشوف كله. وباجي هنا كده ونقوم قايلين ايه. بسم الله، فين المور فلترز؟ هنقول هنكسكلود. هنقوم قايلين ايه الكلمات بقى اللي السيرتيفيكيشن. ونقعد بقى مثلا ايه اكزام. ده اللي انا مش عايزه دلوقتي. وبعدين كورس. ده اكسكلود كور. لو انا هكتب انجليزي لو انا ممكن بقى، لو انا هشتغل انجليزي هعملهم مره اكسكلود ومره انكلود يعني. بس عشان خاطر نقلل الرقم ده للرقم اللي ينفع نعمل له اكسبورت يعني. هنسيب كلمه بي دي اف عشان نعرف الناس بتدور على ايه. كلمه كوست هنشيلها. آه، وهنشيل كويستشنز. طبعا انت ممكن يعني في طرق تانية يعني، بس انا ايه يعني في طرق تانية ان انت تعمل اكسكلود. ممكن انت تعمل تفرغ دول كلهم
يعني تعالى نعلمكم حاجه ممكن نعمل عاملين كده، نقوم نفرغ دول كله كده كده، ونقوم قايلين ايه، نيو شيت. في الغالب سيبك من ده خالص، هنعمل هنا مثلا ده طبعا الصفحه مش هينفع تظهر. هنقول بسم الله. هنقول انا ببقى اعمل دايما حاجه اسمها عكعكه يعني كده انا مش كده، عكعكه اهو، الشيت بتاع عكعكه اهو. تمام. فبتمسح العكعكه اللي كانت قبل كده، وتعمل كده يعني لو انت عايز عشان بدل ما تقعد يعني كده بقى، تقوم عامل هنا كده ايه، آه... نرجع نقوم عاملين كده كنترول شيفت في عشان خاطر يبقوا جايين من غير البتاع ده، ونعمل ايه من زي تو ايه. فهنا نوعا ما هو بي ايه بيعمل لك كل الحاجات اللي الدنيا مع بعض. فدول الانجليزي اللي انت مش عايزهم، فبتشوف اول حاجه فيس وتريكت ومش عارف ايه، دول كلهم انت ايه ممكن تكسكلود بي ام اي عشان تسم حاجه، وبي ام او عشان الناس بتستخدمها، وتكسكلود تشوف بقى الحاجات اللي انت عايز تكسكلود. ستانز مثلا تسيبها، وسيميوليتور ده ممكن تسيبها، سعودي تسيبها، رياض تسيبها، ريكويرمنتس شيلها، رينيور مش عارف ايه، كويستشنز سيبها ماشي، برومو ماشي، لا اسف، سيبها، بروجكت سيبها، بروسيس مش عارف ايه، دول ماشي، اونلاين سيبها، مينينج مانجمنت لوجو، اسف ده هنشيلها عشان احنا هنكسكلود دول يعني. فده مثلا فري، شيلها، فيز ده معانا اسف. طيب ونقوم عاملين تاني من زي تو اي، وبعدين نعمل كده، وبنروح هنا كده في حاجة اسمها انت بقى اسمه اقرا الاسم، دي اي ال اي ام، وتقوم حاطط دول كده، وتقوم قايل له اعملهم لي، اعمل لي بينهم كده، وتقوم عامل لهم سيلكت، وتقوم جاي هنا كده وتشوف كده الى حد كبير هو بيكسكلود ليك ففضل نوعا ما الحاجات ال 2000 وشويه، فتقدر تكسبورت بشكل سهل جدا. تكسبورت طبعا كله في السي اس في عشان نقدر نعمل له امبورت يعني. فده اول حاجه بي ام بي، حلو جدا. هنشيل الفلتر ده، وهنكتب هنا كلمه مشاريع آه المفروض يعني تفضل ايه، تفضل عشان ما نطولش بس الفيديو، تفضل تكسبورت، تكسكلود الكلمات اللي ملهاش لازمه، تفلتر دول كلهم وتعمل لهم اكسكلود. بس احنا هنعتبر انهم كلهم تمام، وهنكسبورت اول 25 اول 250 2500 2500 يعني. يعني هنبرتند ان ده فعلا حاصل يعني. هنسيب دي زي ما هي كده. طيب هنروح المشاريع. طبعا انت لو مثلا شغال على حاجات كتير بقى يعني ده المفروض بياخد فعلا 7 8 ايام شغل يعني، 7 8 ايام عمل يعني. فطبعا بياخد وقت شويه يعني مشروع. هنقول ان احنا بس دول بنتارجتهم بس عشان بس في ايه، فور كيس اوف فيديو ده فيديو يعني. ف فعلى سبيل المثال انت ممكن مثلا هنا كده، بدل الناس تبحث بحاجه مثلا كتيره زي كده، فهنكسكلود مثلا اليوم، وهنكسكلود وهنكسكلود البحر، بس هنكسكلود مثلا دول عشان نقلل الدنيا شويه. انت ممكن بقى تلعب بقى في الفلترز دي، تشوف الترافيك، فلو الموضوع كبير فانت ممكن تشوف الترافيك، فممكن يعني المفروض تفلتر الكلام ده كله، بس احنا ده مش وقته يعني. فاحنا هنيجي هنا كده ونعمل اكسبورت الاول 2500، ونعمل ايه المشروع. تمام كده المشروع فور ذا كيس اوف فيديو هنقف هنا. تمام كده. طيب طيب هنروح بقى لايه، للفايل بتاعنا الجميل ده.
ونعمل اللي احنا كنا بنعمله المره اللي فاتت، بس هناخده ايه، هنسيب ويدنج ده عشان اوري لك هم بيعملوا ايه. بس انا عن نفسي ما بستخدمش ما بكملش البروسيس للاخر يعني، عشان انا شغال بطريقه تانية مختلفه، انا اخد منهم الحته اللي انا بعوزها وانا بشتغل انا الباقي بطريقه مختلفه. فباجي هنا في الابلود، وباجي هنا في اللهم صل على سيدنا محمد، المشروع ده، المشروع ومشروع، فباخدهم واحد واحد كده، بس اعمل لهم ايه، شيت يعني، كل واحد شيت خاص بيه. فباجي كده اما اقول له ايه كرييت نيو سيبريت شيت، انسرت نيو سيبريت نيو شيت، يعني بيجيب لك واحد في الجنب هنا كده. فانت بتاخد الحاجات اللي انت عايزها، اول حاجه بترتبهم بالترتيب اللي انت عامله في الاجريجيت هنا، فوليوم، بعدين كيورد ديفيكولتي. فانت بتيجي هنا اول حاجه الفوليوم، او بتشيل ده، والديفيكولتي بتخليها من ورا الفوليوم، وبتيجي هنا دول كده، وبتنزل تحت، وبتعمل كوبي، وتروح على الاجريجيت، وتنزل كده تحت كده، ونقوم عاملين في كنترول سيرش، كنترول الت في. طبعا لو انت يعني الموضوع متشعب، فبتخلي البي ام، يعني انت مثلا لو شغال على حاجه بتعمل كورسات كتيره جدا، بتعمل واحد زي ويدنج ده كده، بس انا هخليه ليتس سي مثلا، هقوم عامل دوبليكيت لده، وهسميه مثلا المشروع، او بي ام، او عشان اختصارا بي ام، لان طبعا هنوريكم في السامبلز الموضوع بيبقى كبير شويه. ف... فده بيبقى البي ام بتاعك، بيبقى البي ام ده اي حاجه انت هتعمل يعني. ليتس سي ان احنا بنعمل ده لوحده، هنقول لك بتبقى عاملها ازاي. فانا ده بقى خلاص، انا اخدت اول واحد، باجي هنا كده بعمل امبورت، بعمل كده عشان ما اقعدش اطلع حاجات ملهاش لازمه. بعمل هنا فولدر، وبسميه اف زي فينيشت، يعني اختصار لفينيشت. انا ده الطريقه اللي بشتغل بيها، وبخلص او اللي يخلص احطه جواه. ده مشروع. انا كريت في نيو شيت، نعمل نفس البروسيس. في ده بقى بعمل ايه، انا اهو كيورد ديفيكولت السيرش فوليوم، بعد كده كيورد ديفيكولت، وبعمل كده وبعمل كده، وكنترول ايه في. هنا لو انا بقى بعمل سيبريت، لو انا شغال على اكتر من كاتيجوري، بخلي كل كاتيجوري في الايه الكيورد بتاعته، عشان برضه اما اجي اشتغل بعد كده على الكاتيجوري ده اعرف اشتغل فيه. فانا بنزل هنا كده مثلا ليتس سي ده الكاتيجوري بتاع البي ام، تمام كده. ليتس سي طبعا احنا كله عندنا بي ام عشان فور ذا سيك اوف فيديو. فهنعمل كده وايه، ويبقى ونروح برضو هنا في الاجريجيت هنا، عشان يبقى عندنا ايه يعني بيرد فيو كده. نروح هنا في الاجريجيت هنا، ونضيف برضو نفس الفكره. طبعا بقى لو عندك مثلا بي ام وعندك حاجات تانية بتعمل نفس الفكره، بس احنا ايه مش عايزين ده خلاص دلوقتي، مش هنعمل ده، ومش هنعمل وده خلاص، ده عملناه. هنعمل ايه، هنعمل نفس البروسيس بقى ده في الفايلات كلها. هنعمل نفس البروسيس ده في الفايلات كلها. هنعمل فايل امبورت، وهنعمل ابلود وبراوز، ونيجي هنا نختار ده خلاص انا عملته. باجي كده المشاريع. هي بروسيس، بتبقى بروسيس ممله شويه، لكن تمام يعني، انت بتنجوي يعني، انت ما بتشوف الاند ريزلت. صراحه انا بحب من اكتر الحاجات اللي بحب اعملها، لان ما بشوف الاند ريزلت، لا حاجه مش حاجه حلوه يعني. حاجه حلوه تقدر بتسهل عليك بقى شغل بعد كده جدا 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 يعني. انت ممكن بقى تضيف لك ايه 2000 كده، عشان ما تقعدش كل شويه تضيف 1000. نعمل كده، ونقوم جايين هنا ماسحين ده. ويعني خلينا نقول ان احنا كده خلاص خلصنا وضفنا كل الحاجات، او خلينا نضيف كمان واحد. نعمل فايل، بس نجيب واحد بقى مختلف شويه، فسيبنا المشروع ده نخليه ابلود، ونيجي هنا للايه لل هنجيب حاجه بي ام بي مثلا. هات البي ام بي. انا اعتبر نفسنا خلصنا يعني، ان احنا رفعنا كله، عشان بس ما نطولش الفيديو في الفاضي، مش في الفاضي، بس عشان ما نطولش الفيديو يعني. اكتر ما هو اصلا بيبقى طويل يعني. هنرتب الكولومز، وهنيجي هنا كده وننزل تحت كوبي اجريجيت، وننزل تحت ونضيف دول كده. طيب حلو جدا. كده احنا ايه آه كده احنا عملنا المفروض عملنا ليتس سي ان احنا عملنا اجريجيت لكله، وان احنا المفروض بقى عندنا سيبريت بتاع سيبريت شيت لكل كاتيجوري احنا بنشتغل عليه. فالويدنج مثلا على سبيل المثال انا عندي له كاتيجوري، تعالى شوف شكله بقى عامل ازاي. فانا مثلا عندي الويدنج له حاجه، والجولري والحاجات دي كلها، كل ده انا عندي لكل واحد من دول شيت.
وعندي شيت كامل، ورقه شيت، سبريد شيت بيبقى شامل لكل الايه الحاجه داخل الايه داخل الويب سايت. فده الاجريجيت كله، وده كاتيجوري موجودين في الجنب كده. برضه هنشوف سامبل في الاخر. اللي انا بقى باجي بعمله هنا اول حاجه، بسيب بقى هنا في الفوليوم واقول له كنترول من ايه، اورجنايز من زي تو اي. فهو كده هنا ايه عمل لي اورجنايز للداتا عندي. فعشان باجي بقى هنا واقوم قايل ايه، اعمل كده سيلكت الداتا كلها، واقوم قايل داتا، واقوم قايل ايه، داتا كلين اب، واقوم قايل له ريموف ديبليكيت، واقوم قايل له ده هذا هيدر، وان انا مش عايز ان انا يدوبليكيت في كل الكولومز، انا عايزه بس في كولوم واحد بس اللي هو بتاع الكي ووردز ده، فهيشيل الدوبليكيت منه. فهنا كان في عندنا تقريبا 1000 هو شال. طبعا احنا بدل ما كان عندنا حاجات كتيره جدا بقى عندنا حاجات قليله، بقى عندنا دلوقتي حاجات كتيره يعني. المفروض بقى ان انا بمسك كل دول بقى ايه، افلتر الحاجات دي كلها، باخدها افلترها في جنب. ان انا مثلا بشوف، بمشي حته حته. فمثلا مشروع المربع الجديد، فده كلمه الجديد دي انا ممكن اخش هنا كده واقوم جاي، الجديد دي مش تبعنا خالص، ما لهاش علاقه خالص. فواضح ان هي لها سوشيال فوليوم عالي، وهتلاقي لها فاريبلز كتير. فبعمل ايه، كلير الاول، وطبعا بشيل البلانك برضو وبعمل بلانك، وبقول له والله هات لي كلمه الجديد دي، واقول له ايه سيلكت اول، واعمل له ايه، هات لي دول كده، وباجي هنا دول كده واقوم محددهم. طبعا كل ما الداتا بتكتر في الشيت، وده شيت فيه شغل قبل كده مش بتاعي بس، ده الشيت بتاع بلو اري يعني. ف فانت بتيجي من الاخر كده ايه، بتسلكت كله. يعني حاجات بسيطه، بس انت بتبدا بقى ايه تعمل نفس الفكره، تقوم قايل ايه دول، ده كده ديليت، دول الحاجات كلها انا مش عايزها في حاجه، مش ريليتد ليا خالص يعني. فانا بمسحهم، وبعدين ارجع اسلكت اول، وابدا البروسيس كله يعني، وابدا البروسيس سلكت اول كده البروسيس، وابدا البروسيس ايه كله. ببدا مشروع القضيه ده مش عايزه نفس الفكره، انا هعملها كم مره وخلاص بقى، هعتبر ان كل دول معانا، القضيه ده كده. اول حاجه هنمسح الاول، هنعمل ان سيلكت، هنعمل كلير لكله. وبعدين انا عايز بس الحاجات اللي علاقه بالقضيه. وممكن برضو نبحث على قضيه، هل في حاجه كده قضيه كده؟ مفيش، خلاص. يبقى تمام. احنا ممكن يكون هو اخد بتاع جديده قضيه، عشان كان قبله مسافه، فطبعا ممكن ما يجيبوش. فمثلا في اهو مشروع قضيه ده، تمام، اقوم قايل له سيلكت دول، هيظهرهم لي كده معايا. طبعا ده حاجات كلها هتعملها هيدك. طبعا انت بقى بتقعد تشتغل في ده، تكسكلود لحد ما الداتا فعلا تبقى عندك ايه، يعني الى حد كبير تايد اب يعني. طيب ده كده ديليت، ديليت سيلكتد روز. طيب هنعتبر يعني ان كل دول اللي موجودين، كل دول ريليتد ليه. فانا هسلكت خلاص ليه، مع ان المفروض انا همشي فلتر والكلام من ده. ليتس سي ان كل دول خلاص ريليتد للبروجكت اللي انا شغال عليه. وهبدا هبدا عليهم الكلاس حاجه بقى، اللي هو موضوع الكلاسترنج بقى. يعني المفروض بقى انت في شق منهم، انا صراحه هم المفروض هم بيعملوا هنا ايه، زي ما هم عاملين هنا كده فيها الكاتيجوريز والسب كاتيجوريز والكلام ده. انا صراحه ما بيبقاش عندي خلق ان انا اعمل كل الكلام ده، وفي كويريز كتير وما بيبقاش، وانا صراحه مش ده طريقتي في الشغل. انا باخد من دول وابدا بقى انا ايه شغل تاني خالص، ان انا موضوع ابدا عايز اشوف الكاتيجوريز بتاعتهم. فانا هاخد دول كده كلهم كده عشان الدنيا ما تتقلش معايا، فانا او ما تبقاش تقيله. فانا ممكن اخد ايه ليتس سي اول، عشان بس البروسيس يبقى اسرع يعني. هاخد ليتس سي يعني ايه، هاخد اول 1000 ولا حاجه يعني. انا اعمل ننزل نزلات سريعه شويه كده كده. ناخد اول 1000 دول كده، ونقول والله ايه هنجروب عليهم. فبفتح حاجه اسمها كيورد جروبر برو. ده بحط فيه الايه، بحط فيه الكلمات اللي انا هشتغل عليها.
وبقول له والله خلينا مثلا ايه في الاول كده، بما ان الكلاستر كبير وفي حاجه اللي هو اكسكلود الحاجات الوردز، اكسكلود الجروبس اللي اقل من 10، هو عامل له بروسيس كي ووردز. هو بيبروسيس طبعا، بما ان احنا الكلمات كبيره، فهو نوعا ما بياخد ايه شويه وقت يعني. على ما هو يخلص احنا ممكن ايه اقول لك برضو ان احنا ازاي بنقدر نستفيد من الكيورد، الكيورد يونيفرس ده. ان انا مثلا اجي انا هكلاستر مثلا دلوقتي، انا ممكن اعمل ده على سب يعني. فانا اول حاجه هكلير اول، وبعدين انا مثلا هتكلم على البي ام بي. انا طبعا عندي الداتا اللي الكومباتيتورز بيرانكوا عليها، وعندي المفروض الايه الكيوردز كلها اللي ريليتد للموضوع ده. فانا عايز اشوف الناس لما بتيجي تتكلم على البي ام بي بتتكلم ازاي وبتعمل ايه وكده. فانا كده خلاص اظهرت الايه الحاجات دي، اظهرت يعني الحاجات اللي علاقه بالبي ام بي، اي حاجه لها علاقه بالبي ام بي دلوقتي هي تحت ايديا بقدر اتعامل بيه. فدول باخدهم كده. احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه خالص، ان احنا بما ان احنا هنا زي تو اي، زي تو اي او اي حاجه يعني عامه، عشان يبقى العربي لوحده والانجليزي لوحده. ف فانا هنا يلا بي ام بي مش عارف ايه، الكلام ده مش عايزينه، لا. ممكن نعمل كده وننزل الخطوات اللي هي السريعه دي بس. ماشي. امبرر امبرر اللي شغال ده احنا ممكن نعمل هنا دوبليكيت كده على حاجه صب بقى شويه، على حاجه هو قايل له لا، بما ان هي حاجه صغيره شويه، فهو قايل له لا اكسكلود الاثنين بس، اللي هو اكسكلود، وهو قايل له بروسيس. هنا الموضوع اسرع شويه عشان الكلمات المفتاحيه اقل يعني. ف طيب، هو هنا عمل ايه؟ هو هنا بيجيب الحاجات اللي بيجروب لك الحاجات المتكرره. فمثلا ده الحاجات اللي لها علاقه بالاختبار. في طريقتين للعمل ده، اما ان انت تكسبورت سي اس في كده، وبعدين تروح بقى تعمل يعني تعمل لهم يعني راح فين بتاع تعمل لهم هنا رفع، وبعدين بقى بعد تشتغل شغل كويريز وهكذا وشغلانه من كده. انا صراحه ما بحبش الطريقه دي. يعني مش دي الطريقه اللي بستخدمها انا. المرحله اللي بتكون بعد كده على طول إن ببدا مرحله الكلاسترنج يعني. فانا خلاص هنشتغل على البي ام بي. حتى ما بشتغلش كده، ببدا بقى كاتيجوري. انا بقدر اشوف التوبكس اللي هم بيستخدموها كذا، والتوب يوزد وهكذا. ممكن اشغل معاه شات جي بي تي اقول له والله ايه الانتيتيز اللي هنا وكده. وفي الاخر بقى خلاص ببدا بقى ايه، خلاص بمسك انتيتي. طبعا هنا ما فيش حاجه، وبقول له والله فهو هنا مثلا ناس بتتكلم في الاختبار. فانا بفتح خلاص الشيت بتاع الاختبار. انا مش الشيت، اسف، بفتح ال الشيت بتاع الماستر شيت اللي انا بشتغل عليه، الماستر شيت بتاع الكونتنت كلاسترز اللي انا بشتغل عليه. فانا مثلا لسه سي انا مش هشتغل عليه دلوقتي بس تمام يعني. مش هقدر افتح الشتات لان ما عنديش حاجه جاهزه للفيديو. فانا هفتح ايه، وليكن مثلا اللي هو بتاع العجعكه ده، هنخليه ان هو ايه كما لو كان ان ده الحاجه اللي انا بجروب عليه، بجروب فيها. فانا مثلا بيبقى عندي هنا بيرنت توبيك، وفي عندنا هنا السب او التايتل او الانتيتي. ده البيرنت توبيك ده نخليه مثلا ارتكل تارجت، وده الكيوردز، وده بقى ايه اي حاجه تانية for the sake of now يعني. فاحنا هنا خلينا هنا ده اللي بقى البي ام، ده البروجكت مانجمنت، ده البيرنت توبيك. طبعا لو الموضوع كبير شويه بعمل ايه، بعمل ان انا لو انا خلاص انا اصلا هفصص في البي ام اصلا، فبخلي الفروع هنا متفرعه شويه يعني. فانا بخلي ده مثلا ده ولكن مثلا البي ام، وهنا بخلي مثلا مشاريع، مثلا الحاجات التانية مشاريع او اي حاجه تانية يعني. بس احنا خلينا في الوقت ان هم كانوا لو كانوا كلهم واحد يعني. فانا خلينا في هنا في البي ام، نمسح ده خالص ديليت، عشان ده حاجه خاصه. بنقول ايه والله نيو مثلا، اي حاجه. طيب، فده البيرنت هنقول والله ده البي ام، او خلينا ده الاختبار عامه، خلينا ده الاختبار، اختبار. وانا اقول له والله دول ايه الحاجات اللي بتتكلم في الاختبار. وبقى عشان انا بجروب دلوقتي، فبقى ده اللي انا بضطر انا بشتغل بيه، بدل الحاجات الاختبار ده، اسف كده. وده ده فور ناو يعني. وبعدين باجي هنا تاني برضو بشوف طب دول هنجي لهم بعدين. دول احنا ممكن هم طبعا كتار شويه وشكلهم شكلهم ريليتد وكويسين. فبعمل برضو نفس بريبيت البروسيس ده كله، وبعمل كده يلا بي ام، وبقول له هنا واحد بس علشان خاطر ان هو يبروسس الحاجات دي كلها بشكل كويس. هو في بروسس كي ووردز. فهنا هنا بيجيب لي لحد كبير ايه
الحاجات اللي يعني ايه اقدر افرها بعيني بسرعه كده. فمثلا بشوف ايه ما هو البي ام، فانا هنا يبقى هو ده مثلا حد بيدور على ما هو البي ام، فهنا ما هو بي ام بي، وبحط له دول ده فور ناو. طبعا ده احنا كده لسه بنقول لسه بنسمي الله ونشتغل فور ناو يعني. طيب الشهاده، في ناس بتبحث على الشهاده، حلو جدا. فانا باجي هنا كده وما قايل له ايه ده في الغالب هيكون كلاستر كبير، هنقول له ايه الشهاده، او مش كلاستر كبير بس الكلاستر لوحده، فانا اقول الشهاده، وبقول له هنا ما هي الشهاده، وباجي هنا واحط الكيوردز دي. وبعد كده طبعا دول هنرجع لهم دلوقتي، هنرجع لهم دلوقتي عشان بس ما نشتتش نفسنا، فمعلش. يبقى هنا الشهاده، بعد كده الدوره، دول الدوره، هاخد دول دي الدوره، وهاجي هنا كده واعمل كده واقوم قايل ايه ما هي، وخلاص على ما نجيلها. طيب نفس الفكره هنا بقى ايه، هبدا بقى كل واحد من دول بالملخص، مثلا بي ام بي اداره مشاريع وكذا. هبدا بقى ايه ان انا من الاخر امسك الاختبار هحطهم على الامتحان. فهنا مثلا عندي امتحان هنا، اقوم عامل كده واقوم حاططهم مع بعض. وبعدين الفرق بين فمثلا هنا الفروقات، يبقى عندي مثلا كلاسترز على الفروقات. وبعدين اجي هنا، ما دام لسه ما عملتش ليها حاجه فخلينا ايه كده. طيب ومثلا اداره المشاريع هنا المفروض بقى بعد كده بقى باخد دول بعمل كاتيجورايزيشن اولي كده، والكورس هو لحد كبير هو الدوره. بس في السعوديه في الغالب هم بيستخدموا كلمه الدوره، فما مش بيستخدموا كلمه كورس، بس احنا ممكن برضو ايه ناخدهم نسترشد للموضوع شويه كده. وبعدين باجي هنا تاني بشوف الامتحان خلاص اخدناه. اداره المشاريع دي ممكن يعني ايه انا مش عارف، بس احنا ممكن مثلا نحطها هنا ايه كده، وعلى ما نشوفها، على ما نشوف هي تبع ايه بالظبط. وماشي امتحان تمام، الفرق بين تمام. اداره المشاريع ما هي بي ام بي اداره المشاريع، يبقى برضو دول تبع دول. طبعا اسمهم ايه دول البلو اري، يعني بيعملوها بطريقه مختلفه، وبيبداوا بقى يشتغلوا اوتوماتيك وكده. في الحته دي انا هنا بقى ببدا شغل، بدل ما اقعد اشتغل اوتوماتيك وكده، انا خلاص ببدا شغل، ببدا الكلاسترز يعني. لان هم برضه بيبقى عندهم ايجنسيز، هي ايجنسيز كبيره، فبيعملوا البروسيس في الايجنسي، يعني في الايجنسي. لان ده واحد بيسلم البروجكت وبعد كده واحد تاني بيبدا يشتغل الكلاسترز. فانا نفس الشخص اللي بعمل ده فايه نوعا ما بحب اشتغل بالطريقه دي، يعني ان انا بوفر على نفسي ستابس يعني لسه هيعملوها يعني. نفس الفكره بشوف كل دول مع بعض. تجديد الشهاده مثلا، هنا التجديد وهنا المعتمد. المهم يعني ايه ببدا اشوف كل دول مع بعض، كل دول مع بعض كده ايه، ببدا اشتغل كل دول مع بعض يعني. آه اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد وطبعا ايه انا هنا طلعت دول اللي هم كانوا نوعا ما متفرعين شويه. ببدا بقى ايه الحاجات اللي هي كتير قوي، اللي هي زي دي كده كتير، هو مش عامل لها كلاستر. انت كده عملت لي ايه لما تقول لي مثلا وظائف دي انت بعدها لي، ومثلا حاجات مهمه مثلا زي وظائف دي مثلا اللي انا ممكن انتروديوس سيرفيس فيها مصطلحات، ده ممكن برضو اشتغل عليها، ومشروع بي ام بي. وممكن مثلا متطلبات دي كل ده انت عامل لها اكسكلود. طب ما انت كده عملت ايه؟ طب انا عايز اشوف بقى بعيني بشكل متفرد كده الدنيا. فانا دول تمام، الكورس احنا خدناه هناك قبل كده. بعد ما نخلص دول الى حد كبير بتكون عندك معرفه كبيره جدا بالحاجات الموجوده جوه. فبتيجي بقى هنا ايه تقول ده انا عملت اسئله المقابله، ده كويس، احنا ممكن نعمله تبع الاختبار. مثلا الاختبار هنا ده مش عايزينه، الاسئله برضو عملناها خلاص. يبقى انا عندي في عندي هنا حاجه عن الاسئله. طيب الاصدار السابع ملناش دعوه، مش لازم. بي ام بحث، بي ام مش عارف تجديد بي ام، ده برضو لو عايز ان انا اجدد بعمل ايه تبع الاختبار. تبع الاختبار تحليل مش المقصد بقى، بفضل بقى اشوف الكلام ده كله، واشوف الحاجات تكلفه مثلا، فده يبقى تبع الاختبار برضو. آه ليتس سي ان احنا خلصنا يعني ليتس سي فور ناو ان احنا خلصنا يعني. بس فانا بحب اشتغل بالطريقه دي، يعني ان هو طبعا ده بياخد وقت، ولسه تفلتر ده كله وكلام من ده يعني. وبرضه لسه تفلتر دول كله هياخد وقت، بس اللي تسي ان احنا خلصنا يعني، ان احنا خلصنا خلاص. نبدا بقى نشتغل على ايه كل حاجه من دول بقى، كيورد اناليسيس للكلام ده كله. كيورد اناليسيس انت بقى بتشوف اول حاجه بتكلستر دول كلهم، يعني مثلا النماذج دي
قصدي دول مثلا بتشوف النماذج مع بعض، وتشوف هل مثلا في انترلابنج بينهم وبين بعض ولا لا. بس ده ممكن بقى الكلاستنج ده لكل لوحده يعني في فيديو لوحده. بس مثلا نموذج اختبار PMB، فمثلا نشوف هو ايه اللي عنده. ده فيه هنا حاجات PDF، هنا حاجات مثلا كده مش عارف ايه. فبتفتح بقى الحاجات دي كلها وتشوف هما كلهم ايه، وتشوف الانتنت بتاعتهم. وطيب، وفي هنا موقع اختبار PMB، هل حد بيرانك عليه ولا لا. فواضح ان هو ده الموقع بتاع الاختبار، فاحنا مش لازم نرانك عليه يعني، الا لو انت عايز بقى تشتغل سبامي اكتر. او ممكن ده تستخدمه في كلمه الاختبار. فانا مثلا هنا ايه هقول، آه، وليكن هنا مثلا نموذج. يبقى النماذج مثلا اللي انا بعمله ان انا ببدا خلاص، يبقى النماذج هيكون في عندي واحد لازم للنماذج، النماذج. ف وهنا عندي واحد لازم للايه، للاختبار وما يتعلق به يعني. هنسيب ده الموقع للاختبار ده، موقع الاختبار ومواعيد الاختبار ومراكز الاختبار. فممكن نشوف هل في حاجات المفروض بقى بتبدا تشوف كل واحد من دول، والسيرب اناليسيس فيه عامله ازاي. السيرب اناليسيس فيه عامله ازاي. فمثلا مواعيد الاختبار انا المفروض هنا رانك عليها عشان خاطر، المفروض ان رانك عليها عشان اقدر اخد بقى فيها بوزيشن، مش نفس السيرب انتنت. فبعمل لها مقال جديد. انا عن نفسي ده الطريقه اللي بمشي بيها، انت لو ماشي بطريقه ثانيه جو هادي يعني. فانا بعمل لها فبعمل ليها، آه، بعمل ليها، اللهم صل على سيدنا محمد. بعمل ليها يعني حاجه جديده يعني خاصه بيها يعني. ماشي. بعمل ليها مقال جديد اقدر ان انا ارانك بيه مراكز بقى الاختبار، وابدا بقى اشوف كل واحد من دول مع بعض لوحده لحد ما يبقى عندي الى حد كبير انا عملت كلاستر لكل واحده من دول. وزي ما عملت هنا بعمل مع الحاجات اللي تحت دي، وزي ما عملت على الحاجات اللي تحت بعمل، وهكذا لحد ما اخلص كله. وابدا بقى بناء على ده انا خلاص هبدا اكتب في الكيورد، في النماذج دي. ببدا بقى اشوف الكومباتيتورز عاملين ايه، وابدا اشوف بقى ايه المفروض الانتنت بتاعتها، وابدا اشوف بقى الفاكس، وابدا اشوف الحاجات دي كلها. الفاكس الحاجات اللي هنا دي ابدا اشوفها، اللي هو البيبل روسو اسك، والفاكس الموجوده في عند الناس. ولو في تستخدم مثلا اتش اف بلجن بيجيب لك مثلا الحاجات الكويك وينز اللي هو الاوتو. ده بيجيب لك في الغالب الاوتو كومبليت، هتلاقي نفس هم اللي هنا دول بالظبط كده. كان قبل كده جوجل بيسمح لنا ان احنا ننسخهم من هنا بطريقه معينه، بس منع ده في الاخر مؤخرا يعني. تبدا بقى ايه من الاخر بقى تشتغل بقى ايه شغل بقى، تظبط المقال وتعمل بقى البريف للايه للكونتنت رايتر يعني. بس لازم يكون عندك الكلام ده ستورد يعني. وتشوف بقى نفس الفكره، انت عايز بقى تشتغل على حاجه تانية، وليكن تشتغل على كلمه اداره مثلا، على كلمه اداره. فانا هعمل بقى كلير اول، هعمل سيلكت اول اسف، وهعمل هنا كلمه ايه، اداره. اسف معلش هرجع تاني. هعمل كلير اول وانا عايز اشوف بس الحاجات. انا هعمل حاجه عن الاداره، اداره. انا هقول له سيلكت اول، وهعمل من اداره من غير الهمزه، ومايل له سيلكت اول. هو هنا ايه، جاب لي الحاجات اللي لها علاقه بالاداره. فبعمل نفس الفكره. دول عندي ايه 600 حاجه كي وورد يعني. فخلاص انا لسه سي ان انا خلاص خلصت دول. وهنا طبعا بدا لي هنا خلص لي عمل لي كلاسترنج لكله. فانت لو ممكن تعملها في الاول عشان تشوف بيرد فيو كده الدنيا ماشيه ازاي. فبتشوف ده فين يعني، خاصه اللي تحت شويه. ولو المفروض لو انت يعني عملت فلتر اكتر للحاجات دي دراسه جدوى، فانت هتعوز تعمل حسابك انت عندك حاجه عن دراسه الجدوى. المشاريع الصغيره يكون عندك حاجه عن المشاريع الصغيره، عن الاختبار، عن عن ايه برضو، مشروع ناجح، الحاجات المشاريع الناجحه، الناس اللي بتدور على مشاريع ناجحه. ده بس ده بقى انت بقى على حسب بقى بتشتغل بقى ازاي. لو مشروع كبير فانت ممكن بتستهدف ميدل اوف ذا فانل والتوب اوف ذا فانل والحاجات دي، اللي هو البوفو والموفو والتوفو يعني. هتشوف ده بقى التارجت بتاعك يعني، ممكن نبقى نستخدمها في بعدين يعني. بس بتحاول بتركز في الاول على الحاجات اللي بتجيب فلوس، الماني ميكرز يعني. بتركز على الكلاسترز الماني ميكرز يعني. فانا مثلا هركز على الاختبار اهم وكلمه PMB والحاجات اللي لها علاقه بالسعوديه، وهركز على الحاجات اللي لها علاقه باداره المشاريع نفسها، واركز على الحاجات وهكذا يعني هحاول اركز على والاختبار بالذات والشهاده، الحاجات الماني ميكرز واخلصها. بعد كده اخش على الحاجات الثانيه. بس وانا بفلتر ابقى عامل عندي التوب هيدلاينز دول علشان ابقى ارجع لهم. فالتوب هيدلاينز المفيده يعني مثلا زي الحاجات اللي ممكن انا على نفسي مش هشرح عليها في الاول. المشاريع الناجحه مش لازم، وافكار مشاريع مش لازم دلوقتي، بس كويس ان انت لو انت عايز تدومينيت النيتش تسيبها بعدين يعني. بس ده فور ناو يعني.
بس لا الى حد كبير. تبدا بقى تشتغل بقى من هنا بقى. انت عايز بقى اداره المشاريع، تقوم عامل نفس الفكره نفس اللي احنا عملناه. هنعمل هنا ريلود، وتعمل نفس اللي احنا ايه عملناه، ونكسكلود مثلا نعمله اثنين، ونبروسس كيوردز. وتبدا بقى تشتغل على الاداره لوحدها، وتبدا تشتغل على فهنا مثلا اداره المشاريع في عندك. طبعا انت هتاخد دول لان دول كتير جدا، هم ودول هتاخدهم مع بعض وتحطهم في سايكل تانية يعني، فاهم يعني؟ هتاخد دول كوبي كده وكوبي كده، وتروح هنا تعمل ريلود وتحط دول الاول كده، وبعد كده نجيب من دول كده، ونعمل مثلا بروسيس ده نخليه 1، وبروسيس كيوردز. وتشتغل بقى ايه، تشوف بقى يعني الحاجات دي بس طبعا بعد ما تخلص دول الاول، شوف بقى الحاجات بقى اداره المشاريع. هنا بنتكلم على المراحل، وبالمره تاخد معاهم دول كمان، لان ده واضح ان هنا الانتيتيز مش مظبوطه لسه يعني. فهنا عناصر اداره المشاريع ده مثلا عندك حاجه كويسه ممكن تبص عليها، ده برده ممكن يروح تاني. اداره المشاريع الهندسيه ده ممكن واحد يبص فيه، ده برده كويس، وهكذا يعني. تبدا بقى ايه نفس ما احنا عملنا في التانيين دول، تبدا بقى تجهز في الشيت بتاعك الماستر شيت اللي بتشتغل عليه هنا كده. طيب وبس بتطبق بقى الارتكل، وبعد كده بقى ايه بتشتغل بقى شغل الكونتنت والاوبتمايزيشن وهكذا يعني. وبتعمل نفس الحاجه في كله. انت ممكن مثلا عايز بلاش الحاجات اللي ما فيش عليها سيرش فوليوم، ممكن تكسكلود الحاجات اللي ما فيش عليها سيرش فوليوم من هنا يعني. بس لكن كيورد بلو اري صراحه بيعملوها بطريقه مختلفه، ان هم بيقعدوا بقى ايه بيكسكلود بيرفعوا بقى بيكسبورت من هنا الحاجات دي في سي اس في وكده، اكسبورت سي اس في، وبيعمل لها بقى هنا برضو امبورت وهكذا بنفس الطريقه. راحت فين هنا كده، امبورت وهكذا بنفس الطريقه، وبعدين يعني يرجعوا يشغلوا السايكل تاني وهكذا، والسب بتاعها. انا ده ما بعملوش. انا الخطوه دي بعمل لها سكيب، وببدا على طول على موضوع الكلاسترز، لان انا نفس الشخص اللي بعمل كل حاجه. بس ده بيكون مهم جدا. وفي بقى بيعملوا برضو ان انت بتيجي هنا شويه حاجات تانية بيعملوها، زي مثلا الماستر الماستر برودكت والبرودكت كلاسترز وهكذا. ده بيكون برضو ايه مهم يعني. لكن صراحه اغلب الكلاينتس مش بيدفعوا لدرجه ان يعني مش بيدفعوا لدرجه ان انت تبذل وقت كبير جدا جدا في الايه في الحاجات دي. ودي بتكون اكتر للماركت ريسيرش وهكذا. وانا ايه يعني صراحه ما بعملهمش. انا عن نفسي ما بعملهاش يعني. انت لو حابب تعملها ممكن بقى ايه تشتغل بقى هنا. ده كل ده شغل كويريز يعني، من الاخر كل ده شغل كويريز. انت يعني على سبيل المثال مثلا توتال اوف كي ووردز، انت تعمل هنا في لوك اب، يعني هي بتكون كويري، بس هو على كده بمسح الكويري، فهو بتكون هنا هتكون في لوك اب، وتشوف الاجريجيت شيت. يعني تعالى نعمل دول مثلا من كلمه كريسماس دي، او خلينا مثلا كلمه بي ام بي. تعالى نعدل دي ونعملها مثلا بي ام بي. هنقول له هنا انا عايز اشوف مثلا هنقول في لوك اب. هقول له هتدور على ده، واحنا عايزين هنا ايه عدد الكلمات المفتاحيه. لا ده اظن والله اعلم ده هتعوز كاونت اف، يعني كاونت اف. لا دي كاونت اف، هتبقى ده كاونت اف. كاونت اف اظن كده. لا نرجع البرودكت ده هنا كاونت اف بي ام بي. اظن انا مش فاكر والله بالظبط صراحه، ما بستخدمش الكويريز كتير، ولازم كل شويه مره اقعد ابحث. ونقول والله احنا بندور على على ايه عدد الكلمات المفتاحيه. مش عارف بالتالي كده انا نشوف. لا هو ليها، انت ممكن تبحث على الحاجات بتاعتها ايه الافضل ليها، وممكن برضه تسال تشات جي بي تي فيها. بس انا صراحه مش فاكر الكويري بتاعتها فين بالظبط. يعني المفروض هي في دي كده A to A برضه اظن. برودكت كده هتبقى A to A اظن. A to A كده. واحد. لا مش عارف. صراحه مش عارف. بس انا ممكن مثلا اعمل لك دي اللي هو السيرش فوليوم. فمثلا هي دي هتبقى في لوك اب مثلا. في لوك اب كده، وتقوم قايل والله انا عايز اشوف دي. لان الدي في لوك اب اللي انا بستخدمها صراحه كتير يعني. وتقول والله انا عايز اشوف فين في دول كده. اقول والله دول اهم الثلاثه دول. او مثلا خلينا في الاثنين دول. وهو قايل له انا عايزه في رقم اثنين. وهقول له يعني هات لي امبورت الداتا الاندكس الداتا من رقم اثنين. وهو قايل له كلمه فولس.
و وبس. حلو قوي كده، كان الله بالسر عنه. بس كده هو جاب لي كلمه بي ام بي، السيرش فوليوم بتاعها فين، الكي وورد دي السيرش فوليوم بتاعها فين، وهكذا. انت عايز تتاكد من كلامه، تقوم رايح كده تبحث عليها مانيوال عشان يعني تنشر ان الكويري صح يعني. آه، ممكن بس نلغي الفلتر لان هو اكيد لغى الفلتر يعني. select all. ممكن تعمل له اف كاونت اف وصم وحاجات كده كتير يعني كويسه يعني. آه، بس انا ما بشتغلش بالطريقه دي يعني، كل واحد له طريقه يعني. فهنا هو ده بي ام بي اهو، 8700. هنرجع هنا هنلاقيه فين؟ هنا 8700. فهو كده الكويري شغاله تمام، فالمفروض بتعمل لها بقى ايه، بتعمل لها تعميم في اللي جاي تحت ده، فبتعمل كده. فطبعا not available يعني، فكده الداتا مش موجوده يعني. فبس فده اللي انا بس انا وطبعا بقى بتشتغل بعد كده تشارتس، هنا بقى بتشتغل على دول تشارتس كده، كل حاجه تشتغل على تشارتس. فمثلا ممكن تعمل كده، وتقوم قايل فيو مثلا، في هنا انسرت بتقول بقى هنا ايه، تشارت هنا، وبتشغل التشارت يعني، بتجيب التشارت من هنا يعني. هو بيطلع لك بقى تشارت، او بص هنا عمل التشارت، انت بقى بتظبط الالوان بتاعته اللي انت عايزها وكده. بس انا عن نفسي مش بعملها كده يعني، بتاخد وقت في الفاضي، مش في الفاضي، بس انا مش دي الطريقه اللي بشتغل بيها، كل واحد له طريقه شغل يعني. وبقى هنخلص بس ايه، تنشر ان انت بتضيف الحاجه بنفس لان اشوف لما احنا غيرنا بس حاجات، لعبنا في الشيت حاجات بسيطه، هنا كل ده اتحول ايه لايرورز يعني. فالافضل ان انت ايه تبقى ماشي صح يعني. وبقى هنا الماستر كلاسترز، انت بتقعد بقى تقسم ايه الماستر كلاسترز اللي تشتغل عليها، وايه مش عارف، وايه البرودكت كلاسترز. ده انا بجنب ده كله، وبروح انا على طول على الايه، على بجامب ده كله، بروح على الكونتنت كلاسترز بقى بتاعتي اللي انا بعمل بقى، ببدا الكونتنت كلاسترز بقى بتاعتي. آه، في حاجه برضه انا نسيت اقولها، مش نسيت، احنا لسه فيها يعني. ان انت بتيجي هنا بقى الافضل ان انت بتروح برضه تزور، بس انا ما عملتش ده عشان احنا لسه عاملين كيورد ريسيرش حالا. بس تروح برضه تعمل كيورد ريسيرش من جديد، وتشوف كلمه مشروع، وتشوف الانتيتيز اللي عليها وهكذا. ده وتحاول برضه ان انت تابديت الداتا يعني. انت مثلا ده عملته ده النهارده، طب بعد 3 4 شهور ما ممكن الداتا ابديتد وبقى في حاجات جديده موجوده، فعشان تبقى برضه ايه، شامل المشروع بشكل اكبر، تزود الداتا اللي بتاعت الكاتيجوري اللي انت شغال عليه. بس ده وتبدا بقى شغل الكونتنت كلاسترز والحاجات دي كلها. لكن this is for now يعني، ان شاء الله تكون استفدتم. لكن انا دول يعني أنا في الطبيعي ده بلغيهم. طب ايه الحاجات اللي انا اشتغلت عليها بالفعل يعني؟ فاحنا ممكن نشوف هنا ده طبعا انا ما عملتوش، ده انا بلغيه خالص، انا بعمل له هايد كده. بس بسيبه، لو في حد بقى حب يعمله انا بس يعني ايه، يعني الموضوع ما بقاش يعني ايه مستاهل كل ده. اللحظه اللي انا بعمله ان انا بقسم زي ما انت شايف كده، اول حاجه ده القران بقسمهم لاثنين يعني. مثلا هنا مثلا ده بتاع التعليم اللي احنا شفناه برضه هناك، تعليم العربي والقران، فاللي غير الناطقين باللغه العربيه يعني. فدي الحاجات دي سيرش كوري، انا عامل القران لوحده والعربي لوحده. ده القران، وده مثلا العربي، ده الايه فاول حاجه بتبدا بقى تعمل نفس اللي انت عملته. بس انا بقى ببقى عامله حاجه خاصه بيه، فمثلا بشوف ده سيد كي وورد معينه انا عارفها، او انا من التحليل بعمل، فبجمعهم كلهم ايه في جانب واحد عشان لما اجي اشتغل عليها تبقى اسهل. وبرده برجع هنا عشان ايه، واعمل برده ايه، ابحث بالسيد كي وورد يعني. ونفس الفكره هنا مثلا في اللي بعده، ونفس الفكره في اللي بعده، ونفس الفكره في اللي بعده، في كله. واعمل مثلا حاجات فاريوس فاريوس يعني وكده. وابدا بقى اشتغل بقى ايه بمخمخه كده على كل واحد فيهم. طبعا بيبقى يعني على حسب بقى حجم الداتا الموجوده. والمفروض بقى ده المفروض بقى تكمل من هنا، ان انت تبدا بقى تشوف ايه الكومن كي ووردز وهكذا. بس انا ايه ببدا على طول على الكلاسترز، ان انا ابدا بقى ايه على الكلاسترز على طول، ان انا ابدا اشوف اسكرول كده واشوف ايه الطب. وفي الغالب بستخدم شات جي بي تي، اقول له والله او بعمل كويريز، جوجل شيت كويريز، ان انت هات لي الحاجات اللي السيرش فوليوم بتاعها مثلا من كذا لكذا، او يعني بستخدم حاجات كتير يعني. بصراحه مش كل مره زي الثانيه، بس ده اللي كل مره زي الثانيه. كل مره بقى ايه، كل واحد بقى على حسب بقى المزاج، هل انا
همسك مثلا الحاجات اللي علاقه مثلا على سبيل المثال يعني الحاجات اللي علاقه بالتعلم، هل استخدم الحاجات اللي علاقه بالقراءه، هل استخدم وهكذا. بحاول بقى ايه استخدم بقى الايه ادور براحتي يعني. بس بالتوفيق ان شاء الله. بس ده فور ناو، ده الحاجه اللي انا بعملها لو انا هعمل كيورد يونيفرس. الكيورد يونيفرس بتكون دي زي ستوك عندي، ابقى دايما عارف الايه الدنيا رايحه فين، بستخدمها هي والكيورد يونيفرس مع بعض، ان انا اكون عارف انا في الكومباتيتورز فين وانا فين. يعني من الاخر انت بتشوف الكيورد الكومباتيتور اناليسيس جاب بتعرفك الكومباتيتورز واصلين فين، ولان كل كومباتيتور بيكون اخد له ناحيه كده وهو بيعمل منها فلوس، فانت بتحاول ايه تشوف ايه النواحي لكل واحد فيهم، ايه الحاجات اللي هي جاب عند كله وعنده هو جايب فيها بيجيب منها فلوس، وايه الحاجات اللي كلهم بيشتركوا فيها، وايه الحاجات اللي ايه اللي انت تشتغل عليها. كيورد بقى كيورد يونيفرس بتعمل ايه ان هي بلس اللي انت خلاص عرفت الكومباتيتورز رايحين فين وايه الحاجات اللي بيتارجتوها، انت كمان بتزيدهم من الحب جانب، بتزيدهم من الشعر بيت، وبتشوف الحاجات اللي غايبه عليهم كلهم عشان تاخد لك ركن انت كمان. يبقى انت خلاص زحمتهم في الحاجات اللي هم فيها، بتزحمهم في الاماكن اللي هم فيها، وفي نفس الوقت بتاخد لك ركن انت كمان هم مش بيكونوا موجودين فيه. ده باختصار ده باختصار شديد يعني. بس وان شاء الله يكون الموضوع بالنسبه لكم مفيد، وبالتالي